ملي كنت انا وانت كنقولوا يا ربي الهدف ديال ابراهيم دياز ولا البيلانتي ديال ابراهيم دياز يا ربي يتسجل وناخذوا الكاس، كانوا اصدقاء اخرين لينا وناس منا كمغاربه كيقولوا يا ربي هاد البيت هذا ما يسجلوش ابراهيم دياز. ما تيقتونيش، سمعوا وشوفوا بعينيكم. يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يا ربي سقل اخويا يا ربي سقلها يا ربي سقلها يا ربي يا ربي شو واحد ميدواه ياك ما تقولش اللي يدير ليك يا ربي ولا اللي ولا نيجي اجرس جاي نيجي اجرس جاي كيسين ناري اني اجرس ريستوران ماما افريكا وانا كنشوف هاد الفيديوهات هادو ومن طبيعه الحال وانا كنتحسر على هاد الشيء هذا اللي كنت كنشوف واللي سمعت واللي بزاف ديال الامور اللي وقعات. جا في بالي واحد الخطاب ديال الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا، ولله الحمد سبحانه وتعالى فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته. إلا جينا وسولنا أي مغربي على شكون كتفضل انك تلعب ضده في النهائي، واش مصر ولا السنغال، غادي يقول لك اخويا لعبوا مع السنغال احسن. حتى انا كانت عندي نفس الفكره، وحتى انا كان عندي نفس الحماس اننا نواجهوا السنغال في النهائي وماشي من طبيعه الحال مصر. الا جينا ونشوفوا ولينا كنقولوا يا ربي يكون غير كانت مصر وما كانت السنغال. كاع داك الحب وكاع داك الشيء بزاف ديال الحوايج اللي كنا يعني كنعطيوهم لهاد الناس هادو، ومن طبيعه الحال حتى الى جينا نشوفوا حتى في الخطابات ديال الملك محمد السادس من طبيعه الحال كان دائما كيخرج وكيهضر بانه كاينه واحد التلاحم وواحد من طبيعه الحال ما بيننا وبين الافارقه كاملين. هذا الشيء اللي كيخلينا حنايا من طبيعه الحال كشعب اننا من طبيعه الحال قبل ما نديروا اي حاجه من طبيعه الحال كنجيو وكنفكروا شنو هما العواقب من طبيعه الحال وشنو ممكن يوقع. ومن طبيعه الحال هذا الشيء اللي كيخلي الملك محمد السادس ملي كيقول هاد الامور هذه من طبيعه الحال الشعب ديالو غادي يطبقها. وحتى الا كان عندك شي كره ولا شي حاجه او شي ضغينه لهاد الناس هادو من طبيعه الحال ما غاديش تبقى فيك، ومن طبيعه الحال غادي تحاول انك تيفيتي المشاكل. ولكن ملي كتجي وكتشوف واحد الحدث اللي عالمي كتجي وكتشوف بانه ولاد الشعب الناس من طبيعه الحال كتعرض الحياه ديالهم للخطر، كيتعرضوا المشاريع ديالهم للخطر، كيتعرضوا للتخريب، وفي اي لحظه ممكن ان هاد الهمجيين هادو يصفيوها لهم. باش نكونوا واقعيين ونعرفوا شنو كنقولوا ونكونوا من طبيعه الحال كلنا متفقين على هذا الشيء هذا. ملي شفت هذا الشيء من طبيعه الحال هزيت الكاميرا ديالي بديت كنصور بلا حتى شي حاجه، لان هذا الشيء هذا خلاني انني شي حاجه فيا لداخل تحركات، خصوصا من بعد هذا الشيء هذا كامل. الا جينا ونشوفوا ونهضروا على الكره ونهضروا على بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا من طبيعه الحال كنقولوا كاع هذاك الشيء اللي وقع الا ربحوا من طبيعه الحال هذاك الكاس غير ياخذوه ماشي مشكل. ولكن ملي كتوصل بك انه ناس يعني حنايا كشعب ولينا كنتاداو في وسط بلادنا ماشي غير هذا الشيء، بل تخيلوا معايا ان هذا الشيء هذا وصل حتى لداخل الجامعات ديالنا. تخيلوا معايا ان الجامعه الاورو متوسطيه اللي كاينه في فاس الناس والتلاميذ اللي كيقراو فيها من طبيعه الحال معاهم سنغاليين، تخيلوا انهم ناض الفوضى وناض الصداع وناضوا بزاف ديال الامور لدرجه انه حتى هذوك الناس المسؤولين مغاربه، تخيلوا ان مغاربه مسؤولين كيقولوا للتلاميذ انكم ما تنوضوش تخرجوا من طبيعه الحال ما ترفعوش شكوى على هذوك التلاميذ. وعلى حساب بعض الاخبار اللي خرجات كتقول بانهم علاش ما خلاوهمش انهم يرفعوا شكايه من طبيعه الحال هذوك التلاميذ السنغاليين انهم تلاميذ اللي شي حاجه في السنغال ولا الاباء ديالهم شي حاجه في السنغال وخلاتهم انهم يجيو باش يقراو في هذه الجامعه هذه. ومن طبيعه الحال حتى شي واحد فينا ما غادي يكون ما كيعرفش هذه الجامعه هذه.
ملي كتجي وكتشوف بانه حق من الحقوق ديالك وانت في وسط بلادك كتهان بهذه الطريقه هذه باش يجيبوا زبال من طبيعه الحال ويبدا كيطلق علينا الفضلات ديالو، وحنايا في وسط بلادنا، وحنايا اللي منظمين هاد الكأس هادي، وحنايا اللي منظمين هاد الشيء هذا كامل باش في الماتش النهائي ينوض التخريب وينوضوا بزاف ديال الحوايج. ولكن خلونا نتفقوا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، بانه الله سبحانه وتعالى تقبل الدعوات هذوك الناس اللي كانت الارواح ديالهم انها في اي لحظه ممكن انها تفتك. الله سبحانه وتعالى يعني ما بغاش لهذاك البيلانتي انه يتسجل وتتيره بهذيك الطريقه باش انه ما يتسجلش. علاش؟ لان هذوك الناس كانوا كيدعيو باش ان هذاك البيت ما يتسجلش من طبيعه الحال على الارواح ديالهم، ما تسجلش هذاك البيت. يعني نقدروا نقولوا بان الله سبحانه وتعالى ما بغاش لهذوك الناس انهم يموتوا بشي طريقه ما. خليو لي الاراء ديالكم في الكومونتير لتحت، شنو بان لكم في هذا الموضوع هذا؟ من طبيعه الحال هذا الشيء هذا فاش كتجي كتشوفه كيضرك قلبك لواحد الدرجه ما كتخيلش. ما فهمتش انا لدرجه انه مني كنجي كنتفكر بان التاريخ ما كيكذبش الاخوان، التاريخ ما كيكذبش. وما بغيتش نقول شي حاجه اللي عنصريه في هذا الفيديو هذا، ولكن التاريخ الا جينا نرجعوا للافارقه كيفاش كانوا، نتوما راكم عارفين التاريخ ديالهم. خليو لي الاراء ديالكم في الكومونتير لتحت، الاراء ديالكم كلها كتهمني. بارطاجيو هذا الفيديو هذا الماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم، بغينا يطلع للماكسيموم ديال الناس. والسلام عليكم.